مين؟ المعلم زيزو بذات نفسه؟ انا مش مصدق نفسي. ايه يا عم؟ فين ايامك ولياليك واهدافك الحلوه؟ من ساعه ما مشيت من الزمالك وانت مش ظاهر على الشاشه. وبعدين انت جاي السفاره الامريكيه تعمل ايه؟ حبيبي يا كريستيانو، والله زي ما تقول كده كنت جاي اخلص شوية ورق بخصوص التأشيرة بتاعت أمريكا، علشان زي ما انت عارف أبقى جاهز لكأس العالم للأندية مع الأهلي. وبعدين انت بتقول لي مش ظاهر ومش باين. يا عم أنا موجود على طول في تدريبات الزمالك كل يوم، بس هما مش بيرضوا يصوروني ويطلعوني في التلفزيون علشان متغاظين مني لما هروح الأهلي. انت بقى بتعمل ايه هنا في السفارة؟ اصلا انا سمعت طرطيش كلام كده ان بتوع الاهلي عايزيني معاهم في كاس العالم للانديه، فقلت اجي بقى اجهز التاشيره، يمكن ربنا يكرم والعب معاكم في البطوله دي، ونلعب انا وانت مع بعض يا زميلي ونخربها في امريكا يا زيزو. بص يا كريستيانو اخويا، تيجي الاهلي على عيني وعلى راسي، انما تلعب جنبي سوري، اعذرني ومزفافك. ده انا رايح الاهلي مخصوص علشان العب انا وامام عاشور جنب بعض، وعلشان ما تزعلش يا سيدي هخليك تلعب انت وقفشه مع بعض. هو بيحبك وبيحتفل بنفس الطريقه بتاعتك. ليه بس كده يا عم زيزو؟ ما تخلينيش ازعل منك بقى. ده انا الواد جونيور ابني بيحبك قوي، وكان بيسمع كل ماتشات الزمالك علشان خاطر يتفرج عليك، ويقول لي يا بابا انا نفسي اطلع زي عم زيزو. وانا اقول له يا دي يا ابن الدون، يبقى ابوك كريستيانو وعايز تطلع زي زيزو؟ يروح الواد يرد عليا ويقول لي عايز تغيظه هات له زيزو. حبيبي انا الواد جونيور ده يبقى سلم لي عليه. وبعدين يا عم كريستيانو انت هتيجي تقطع عليا في رزقي في الاهلي؟ ما انت الدنيا رايقه معاك في النصر، واكل شارب نايم على قفاهم، وبتاخد فلوس لوحدك قد ميزانيه نادي. ده انا بتوع الزمالك مرمطوني على 100 مليون وفي الاخر ما خدتش حاجه. ياه، ده انت غلبان قوي يا زيزو. كنت هتجدد للزمالك ب100 مليون بس. ده انا بديهم للواد جونيور ابني مصروفه في اليوم، وساعات يجي على المغربيه كده يقول لي يا بابا ادينا 40 مليون. وبعدين انا زهقت من النصر ده. ده احنا ما خدناش ولا بطوله ولا دوري ولا كاس، ولا حتى تاهلنا لكاس اسيا. ده احنا ما حصلناش الزمالك اللي تاهل للكونفدراليه. هو انت مش بتشبع بطولات يا دون؟ ما انت ياما اخدت بطولات مع مانشستر والريال ويوفنتوس. ده انت واخد 5 كرات ذهبيه. ده انا حتى ما خدتش كره بلاستيك من ساعه ما لعبت في الزمالك. ده انت الكره الواحده تعمل لها 10 كيلو ذهب، والجرام دلوقتي داخل في 4000 ونص. ده انت لو بعت كره واحده منهم تعيشك ملك طول حياتك. يا عم زيزو بطل قر عليا بقى وسيبني في حالي. وعلى رأي المثل الصيت ولا الغنى. وبعدين اللي انت ما تعرفوش ان الكرة دي مش دهب صافي، ده هي كرة عادية كده وحشينها شوية طوب وشوية زلط، ومن بره مطلية بمية دهب. يعني الكرة على بعضها ما تجيبش 17,000 جنيه. يا سلام، فعلا على رأي المثل، اشوفك في التلفزيون افرح، اسمع منك احزن. بس انت ناصح، خلي بالك، عاوز تيجي الاهلي علشان تاخد بطولات وانت نايم زي الواد امام عاشور كده. من ساعة ما راح الاهلي وهو مش لاقي مكان يحط فيه البطولات والميداليات اللي اخدها مع الاهلي. خلاص بقى يا زيزو بطل لك، صدعتني يا عم. بقولك ايه، ما تخدمني وتشوف حد يخلص لي التأشيرة دي. يا سلام، من عينيا يا ابو جونيور. اطلع انت الدور الرابع، تاني مكتب يمين هتلاقي مدام نجلاء ترامب. قول لها انا جاي من طرف زيزو بتاع تأشيرة الاهلي، وهي هتخلص لك كل حاجة.